الجزء الرابع والأخير من حصة الهدرة فوت التي تأتيكم على المباشر عبر قناة نوميديا. توقفنا عند سيد عراس هرادان مولودية العلمة وتضييع الصعود كما قلنا 5 شهور ما خصوش اللاعبين. كيفاش تتسنى الصعود يطلع أو الصعود يكون؟ بلا هذه على الأقل التحفيزات. احنا وصلنا لمرحلة وين عندنا نتهربوا من لي بريم دو ماتش، عندنا تهربوا انتم كإدارة. هذا ما عندكش منين تجيب الغالب. حتى أنا قلت لك السلطات الرئيس ما والو. قلت لك تقريبا أن نهضر على إذا نهضر على شركة تجارية عندنا المداخل تاعها اللي باينه ما دخلتش. اسباب هدرت عليها كثير انه باساسيون دو كونسين وبيلون تاع ليكزارسيس اللي فات وما زربناش ديناه وما لقيناهاش، والبريزيدون اللي كان حاكم ما تعاونش. هذو كل الاسباب. لكن في الحقيقه انه لو كان فريق في المستوى هذاك وكان الاول كان تليمت عليه الناس مشاوه يكملوا به بالتحفيزات بكل شيء. نظن هكذا وكنا شادين في 40 نقطة كنا شادين حتى تقريبا المباراة تاع بسكرة اللي فجرت كل شيء اتهامات. يعني يا الرئيس مباراة بوسعادة كان عندنا امل كبير اننا نفوزوا بها ولا نعودوا بنتيجة، لكن كان منعرج. لكن الواقع انه هذا سؤال اسمح لي، اسكو لي جوار يديروا الصالير تاعهم؟ اللي جوار تاعنا انا مدين 4 صالير قلت لك النادي الهوي خلص لي شهرين. نظن نعرف اعلى صالير في العالم شحال تاع الجوار. لاما سالاري نعطيك لاما سالاري نجي مليار و600 16 مليون دينار في الشهر. وانا عضو بالمناسبة انا السيد الوالي الولاية طرح لي سؤال على قال بزاف وكذا، ومن أنا عضو في الرابطة ونعرف تقريبا الإمكانيات اللي راهي محطوطة لكل فريق، بل أقل منا بوسعادة وبارادو. نعاودوا نوليو الرئيس الماتش تاع بسكرة اتهامات، يعني اتهمت بعض اللاعبين، يعني ما كانش دليل بصح اتهمت بعض اللاعبين حول ترتيب المباراة، خاصة الكلام. نعم الكلام كان كثير، كانت متلفزة والجزائر كل شيء حدتها، وانا درت مجهودات كبيرة اني دبرت لهم لابريم تاع القبة اللي ربحوا القبة وديتها لهم، ودرت لهم اجتماع في الليل وقلت لهم يا جماعة هذه مقابلة اللي تقدر تخلينا نطمحوا في الصعود، مازال عندنا الامل في الصعود. وثانيا اذا ما قدر ربي وخسرتوا المقابله هذه الجزائر كل تولي تتكلم عليكم على اساس انكم ما رتبتوها ولا بعتوها. انا نطلب منكم تبذلوا مجهودات تربحوا المقابله هذه. هي الناس الاول تهمتك الرئيس انت، ومن بعد تعاود تهمت اللاعبين. هل تشوف باللي المردود تاع بعض اللاعبين هو اللي خلاك تشك فيهم والله حكمت عليهم ادله ولا أنا انسان متهم ديما في المحيط تاع العلم، لكن في الجزائر الحمد لله تعرفني الجزائر كامله اني تسبق تهمك في ماتش تاع الثوره. نتحدى اي واحد، نتحدى هذا زرواتي ولا هذو الناس بسكره ولا لكن اتصلوا بيا ولا تحدثوا معايا في الموضوع. انا نظن كان على اللاعبين انهم المقابله متلفزه، انا قبلتها متلفزه لانه باش نحطهم في الامر الواقع. الاحاسيس اللي راهي عندي كامل ما عندكش دليل؟ ما عندي حتى دليل، عندي. وكيفاش انا اتهمت اللاعبين الرئيس كما عندك حتى دليل؟ انا المقابله واضح، نتفرجوا المقابله عاودتها واحد اكثر من 15 خطره نعاود فيها في اليوتيوب. ما عنديش دليل، لو كان عندي دليل انا نمشي لهذا. نعم راك تشك في بعض اللاعبين. انا نشك انه تعاطفوا مع بسكرة. وكيفاش مع زملاء اللي مع لاعبين خدام في العلمة ويتعاطف مع بسكرة. هذه عقلية اللاعب الجزائري، يقول لك انا راح لي لوبجيكتيف. نشك هذا شك برك. هل الفريق ككل؟ هل البعض فقط؟ لا البعض 3 3 برك اسماء نقدروا 2-3 لاعبين. إذا شاف اللقاء قال تقريبا 15 مرة. نعاودوا اللقاء عاودته اكثر من 15 على لعل وعسى نحكم ذلك. صح. على ولات هذه الاتهامات تكون في فريق مولودية العلمة، شفناها في ماتش تاع الثورة وشفناها في الماتش تاع بسكرة. لا الواقع اللي ما كانش مقابلة الثورة. كنا في الشامبيونز ليغ
ومدينا كلش ما طاحش ليكيب اون فورم، درنا ماتش نيل في العلم. نعم. لكن هذه مقابله انه تسجل مع احترامي الناس بسكرة، مع احترامي فريق بسكرة، مع احترامي المدرب نذير الكناوي، انه تسجل عليك بسكرة في العلم 3 اهداف بالطريقه هذيك. انت قلت بلي لافي تاع الماتش، قلت لي جوار سان ماتش تربحوه تقتربوا من طلعه. يقتربوا افون الماتش تاع لا ديفالكاسيون دو بوان المقرا. قالوا لك كانوا طروا. ما كنتوش على يولي مع بسكرة. يولي مع بسكرة. يربحوا معاه. تولي مع بسكرة، ولكن بسكرة مالاش دوزيام ولا تروازيام. بسكرة راهي مرتلات انديه اللي هي راح تصعد، اللي هي تلمسان شرف ومقرا. اسمح لي اسمح لي معليش نقول لك حاجه. انا نعطيك الحساب. انا لو كنا ربحنا بسكرة نروح نلعبوا فينال في الشلف. ما نقدروش نلعبوا فينال في الشلف يربحونا ولا نربحوهم. نو 43 شحال عندها الماتش 48 ولات 48 هذه السمانه. معليش ولات 48. انتم نحسب لي بولاتكم لو كان ربحتوا فرض انتم ربحتوا عندكم 43 بسكرة 43. نعم. عندكم فرق 5 بوان لي 3 ولا مطلعين. وانت سيتين كونفرونطاسيون ديالك. نهضر معاك معليش انا نطرح لك على حسب واش كاين. بقاو 3 جورني 9 بوان جو سانسيرمون يعني سانسيرمون ما كنتش مانيش نشوف بلي منطقيا قادره الشلف يعني قادر العلم تطلع لعده اعتبارات. لانه لي ماتش اللي قعدوا اللي طالعين عندهم دي ماتش ا دوميسيل، ومن الصعب مانيش سي با ان بوان بريزيدون اون بار دو 5 بوان في 9 بوان بوسيبل. شوف اسمح لي نقول له لا فان سيزون هذه عندك تلمسان يريسيفي بسكرة ويروح للشلف، ولو بسكرة تريسيفي غيليزان وتروح لتلمسان ثاني. كان دي كونفرونطاسيون ديريكت بين هادو الاولين وين تسنى والعلمه تستنى لي شونس احنا والعلمه اللي طراو واش يروح للشلف فينال في الشلف نجيبوا بليده ونروحوا للبجايه الماتش الاخر. نعم. حنا كانت عندنا فرصه اننا نطلعوا حتى قبل الماتش تاع بسكرة هذه كانت عندنا فرصه. يكونوا لي كونفرونطاسيون هادو ديريكت قادر تكمل 52 كانت تطلع كانت 51 بقرا 48 سي صح 40 هذوك عندها المقرا هذوك بعد نقصوا لها هذوك عندها 44. لا افون سيتي 48 سما 48 قبل لا ديفالكاسيون 48 3 كيلو اللي طالعين بينهم وبين لي 52 بوان يعني 4 بوان في 9 بوان بوسيبل ماتش. مانيش نقول لك ما تطلعش حسابيا تطلع في العبه اللي زيرو الاخرين يا رفيق. منطقيا انت دير لو بلان دير لو بلان دير لو بلان وتسنى لا دوكا ماهوش هذا هو موضوعنا احنا. الموضوع تاعنا انه الاتهامات هذه نكملوا بقوه. شوف اللي اللاعبين خانوك هذو اللاعبين اللي تحدثت عليهم انت قلت 3. انا بالقلقه تكلمت قلت كاينه خيانه في احساسي. ما قابلتش اللاعبين الرئيس يعني في هذه الفتره؟ اليوم جاوا ورحت للتدريبات وكاين اللي غايبين ما حضروش، وانا ما نقدرش نتهم، ما نقدرش نسمي الانسان يكون بدون دليل ما نقدرش. في حال يعني ثبوت ذلك، في حال ثبوت ذلك. اسمعني نطرح لك سؤال بصفه مباشره كما ما يقولوا. انت قلت لي جواب بوتيت تعاطفوا مع زملاء في بسكرة. هل لي جوار غدوه يقدر يقولوا بوتيت الرئيس هرادة تعاطف مع النظراء الممثلين في بسكرة؟ لا اللي جوار اللي هما اللي يلعبوا في التيران. انا خشيت لعبت، انا المطلوب مني درته. انا وسمعت على شراء المباريات كما يقول الزعيم. انا اللي شريته هو ماشي جوار. لا واللي باع له ماشي جوار. لا واحد ما تقارنيش بسيدك يرحم ولدك رفيق، تعرفني نحترم. انا اللاعبين تاوعي نعطيك لو كات فيغور بريزيدون اسمح لي. الاحترام متبادل. نعطيك لو كات فيغور اسمح لي. انا مانيش هو هضر لك على اسم اللي صار الزعيم ان الرؤساء هما اللي انسى زعيم اللي يشتري ويبيع المباريات في البطوله هما المسيرين. اللاعبين يكونوا رولي. هذا واش حبيت نقول لك باش لو جوار يطلق لله في سبيل الله برك تصرى سا بو اريفي مي البيع والشراء سي با لو جوار كي باي. Il reçoit de l'argent peut-être. المطلوب من المسير. انا لو كان ما بغيتش نربح المقابله هذه ما نمشيش للفريق، ما نحوس عليهم ويعرف مدرب ويعرف ما كانش وغايب ما يجيش الله يسهل. نعم. لكن انا قلت لك درت ديزي فور ما تصورهمش باش دبرت مبلغ مالي باش عطيتهم امبريم اللي يسالوها. اسمع ما عندكش باش تشري لي ماتش. ما كانش ما عندكش باش تشري لي ماتش. وحطيتهم دون دي بون كونديسيون وزدت حفزتهم وعدتهم قلت لهم لازم تربحوا وانا نوعدكم باش نجيب لكم امبريم اللي ما ديتوهاش منذ بدايه الموسم. كان عندي امل انه الفريق
مازال يصعد رغم انني وحدي وقاعد نجري كوش دروات وحدي، لكن كان بعد تضييع الصعود الرئيس هل يعني تعطي لهم الرواتب تاعهم هذه اللي ما زالت ولا اللي يسالوها بما انه الهدف ما تحققش؟ ما دوك باش نعاودوا ام انه تروح الثقه؟ الثقه في الفريق ماشي فيا انا. هما يعرفوا اللاعبين، يعرفوا المجهودات اللي بذلتها انا من بدايه الموسم نروح لهون معهم، لكن نظن انه ما زالت كاينه فرصه للمالكين الحقيقيين تاع ليكيب هذه اللي هي السلطات العموميه، ماشي انا ماهوش رزقي هذا. ما زالت كاينه فرصه انه ما نخليوش الفريق يزيد تتراكم عليه ديون جديده خاصه اللاعبين على الديون السابقه. اللاعبين دوك يتقلقوا على دراهمهم ولازم يديهم. لازم الاغلبيه تاع اللاعبين راح يمشيو لغرفه فض النزاعات وراح ترتب على الفريق ديون كبيره. هذا الفريق مولوديه العالم. يعني هنا الرئيس رفعت الرايه البيضاء باللي ما كاش دراهم باش تخلصهم. انا ما عنديش صور باش نخلصهم. انا نقول لك ان من بدايه الموسم لليوم الاعانات اللي ديتها من عند الحباب والصحاب والمحبين تاع الفريق قليله جدا باش تخلص اللاعبين، وزيد الاعانات اللي عطاتهم البلديه للنادي الهاوي الاغلبيه تاعها حجزوا عليها الدائنين ومشاو منها شهرين للاعبين. مفروض كاين اعانات اضافيه، مفروض كاين انديه قريبه تونا برك راهي تدي ب 70 و80 مليار، مفروض ينحيوا شويه برك من هذوك من الملاير. ما بلا ما نهضروا الشباب اليوم خرج الشارع عطانا الحريه باش نهضروا الواقع. ديروا الناس كيف ديروا. ما راناش في ميزان واحد. هو قال سيد والي ولايه سطيف قالها قدامي، قال كاين لونطونت ومن بعد العلمه ومن بعد دوطر كلاب. سي فري حنا لتحتها بصح شويه لازم يقيموها على حساب يشوفوا لنا بعين الرحمه. نعم. منير زغدود تحدث عن تضييع فريق مولوديه العلم الصعود، فريق رائد القبه، كيف يضمن البقاء ولماذا ضيع وراه يتواجد في هذه الوضعيه اللي راهو فيها؟ الوضعيه ماهيش جديده. انا لما جيت للفريق الوضعيه كانت ديجا صعيبه، ولكن مشات الامور في بعض الاحيان. ولكن كما راهو يذكر السيد الرئيس، انا نظن المشكل تاع المال، وتقدر تقول ماشي المال وحده، الوقوف تاع المسؤولين اللي عنده دور. كاين وقت وين ما كانش المال، ولكن لما تكون واقف على الفريق تاعك وتعرف كيفاش تحفز اللاعبين وتكون معاهم يعني دير الدور تاعك كمسؤول، انا نظن اللاعب يمشي معاك. بالك بالخبره تاع الرئيس من عده سنوات هو طاح في دي مومون ديفيسيل، مي كي تقابل اللاعب وتوقف معاه وكذا يمشي معاك لما يعرف باللي ما كانش الشيء اللي ما كانش. شكون يتحمل المسؤوليه الان في فريق رائد القبه؟ لا شوف، الواحد ما يتهربش من المسؤوليه. كاين ناس بزاف اللي يتحملوا مسؤوليه. انت اللي تعرف الفريق رئيس الفريق يتحمل المسؤوليه، المسؤولين وحنا اللاعبين ولا مدربين، الناس كامل، الواحد ما يتهربش من المسؤوليه. ولكن المسؤوليه الكبيره تاع الرئيس بطبيعه الحال. علاه كيفاش؟ بطبيعه الحال نقول لك علاش. لانه ترك الفريق في مرحله اللي كان لازم يكون العكس. نعم. تخلى على الفريق. لعبنا مع العلمة لمدة شهر، لعبنا يعني المباراة اللي موراها لمدة شهر وحنايا ونيتي ليفري نومام اللاعبين مع المدربين. كنا وحدنا يعني الناس تسال دراهم، دخلوا دراهم ما دخلوش، واحد يقول لك دخلوا، واحد يقول لك ما دخلوش، علاش ما مدناش، علاش كذا ما جاش. انقسامات داخل فريق مولوديه لما كان يحكي هذه الامور فريق تاع كره قدم ما يقدرش يسير. اليوم نقولوا استسلام فريق رائد القبه. شوف خويا سمير، نعطيك حاجه. لما يلحق اللعاب، نهضر لك على اللاعبين اللي ما همش منا من الجيري. نعم. ما عندوش وين ياكل وما عندوش باش ياكل. عيب الفريق يعني امن ولا ما تامنش. يعني وضعيه صعبه اللي رانا عشناها. يجيك اللاعب يقول لك والله ما عندي باش الاخر. الناس يتخمم حوايج واحد اخرين. شوف لاعبين يسلفوا دراهم باش ياكل، باش يفليكسي، باش كذا. سمعت ديباني واحد ديبانيه صاحبه وكذا بالاخر حتى نهار يخلص يعاود يرجع وكذا. من لحقنا الامور وين الغالب. عيب منير تروح القبه تلحق لهذه الدرجه. عيب كبير، عيب كبير. وقلتها ونزيد نعاودها. انا قلت لك القبه كنت نشوفها من برا لارسيكا. سي لارسيكا نحبوا ولا نكرهوا. بلا ما نسمي لك اللي يخرجوا منها ولا التاريخ ولا الاخر. لما دخلت لرائد القبه
كي عاشرتي؟ شفت يعني امور يعني عكس الشيء اللي تشوفه من برا. يعني فريق مهمل لدرجه اللي ما تقدرش تصورها. علاش لحق الدرجه هذه؟ نقول لك وانا واحد انايا نتحمل مسؤوليتي، يعني ماشي نرمي انا كمدرب نتحمل مسؤوليتي، ولكن انا قلت لك خاصه لونتوراج تاع البريزيدون تاع الكلوب هذا اللي سوا ديزون يحبوا الكلوب. كاين خلاطين؟ كان خلاطين. قال لك لونتوراج، سمعت لونتوراج اللي راهم يخبيو ويدرقوا في الحقيقه. سمعت اللي راهم يعني شيء هذه هي الحقيقه، الواحد ما يكذبش على روحه. على بالهم المشكل وين وشكون هو المشكل وكذا، ولكن مخبيينه لانه لاسباب ومصالح شخصيه خلاو يعني الفريق الحق الدرجه هذه. ونهار الماتش باسكو كان المناصرين مساكن اللي الغالب يجي نهار الماتش يشوف يخسر الفريق ولا يضيع نقاط يدور عليها. بالك يسب مسكين يشتم ويروح يروح. معليش لا ما يحاسبش المناصرين، كاين اللي ما يحاسبوش. هذوك اللي يجي يحاسبك اللي على بالهم بالمشكل وين ويحب يرجع فيك المشكل نتايا درك يصاب تري بيان وراه المشكل ولا الاخر. من اسمح لي مولاي. سمعت تفضل. قضيه القبه، قضيه الحراش، قضيه الانديه اللي ماهيش في اي بي الدرجه الثانيه، هي قضيه سوارف. نعود لكم بالذاكره للوراء بدايه الموسم. كان CRB القبه الحراش بليده عندهم نفس المشكل، قضيه. نعم نفس المشكل. CRB هذو زادوا جابوا لها لاعبين من كوكب واحد اخر. لا الدراهم نفس اللاعبين اللي فيها. شوف كيفاش تحولت CRB من فريق يلعب بالسقوط الفريق اليوم لو كان تعاود تزيد له 2 ماتشات ولا 3 هو يدي الشامبيون، لانه الامكانيات توفرت والمسيرين اللي حاضرين عندهم الامكانيات باش يقدروا يقابلوا ويقدروا يسيروا ويقدروا يحفزوا. اليوم الفرق اللي عندها اهتمام من عند الدولة باينة، والفرق اللي ما عندها حتى اهتمام من عند الدولة باينة. وهذا المناصر تاع القبة والمناصر تاع العلمة والمناصر تاع الحراش لازم يفهموا باللي هذو أندية من الدرجة الثانية، ما همش أندية اللي عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة وديروا حسابات سياسية ويخافوا من الشعب تاعهم ويبداو يحسبوا كيفاش يلوحوهم في الحراك وكيفاش يجيبوا لهم شركات وكيفاش يجيبوا لهم مسيرين والحسابات الاخرين. هذه الانديه راهم ديما منسيين اون بليس. كاين ربما تفكير واحد اخر، خليه يهبطوا، خليه يزيدوا يروحوا. لما تشوف القبه والحراش لو كانت تهبط ديفيزيون خلاص يولي يتبحروا. القبه شحال من اللي عاودوا ولاو وراهم توجور يسفريو في العام اللي فات كلها ديفيزيون. واش راح دير لما الظروف ما تسمحلكش؟ الشركه هذه اللي جات حكمت CRB، انا نحترم CRB وفريق عريق وهذيك الحكايه كل حافظها. نعم هذه الشركه هذه القفازه تاع المسيرين تاعهم اللي قدروا يجيبوا شركه. نعم اراده تاع الدوله. اراده تاع الدوله. دونك الاراده نتاع المسؤولين في اختيار انديه على حساب انديه ودعم انديه على حساب انديه واحده اخرى واختيار السبونسور اللي كنت تروح تشوف. ما عندهاش سبونسور ولا شكون؟ دوك نجيك المقا دوك الوسمو كي تروح تشوف مثلا وداد تلمسان. انا حتى ما عندهاش. انا نعرف السيد والي ولايه تلمسان، حكيت انا وياه، قصرت انا وياه في مناسبه انه حط لهم امكانيات كبيره من بدايه الموسم 20 مليار هو اللي ساهم بها، شرط فيهم الصعود. ووداد تلمسان اليوم تشوف عندها قداش شركه اللي راهي تمول فيها. دونك لهنا اراده تاع مسؤولين انهم يعاونوا الوداد باش اللي قلت لك في بدايه هذا ولي سطيف حقر العلم. خليني نعود لك للفريق مقرة في الجهه الشرقيه، في لاماتير في الجهه الشرقيه منافسه قويه جدا، والانديه اللي راهي في لاماتير في الجهه الشرقيه كامل براتيكمون لعبوا في البريمير ديفيزيون.
تصورت خنشله، الشاويه، فرق عين كبيرة. بيضاء، نعم. الخروب، الكاب. الوقت هاد الانديه 12 13 نادي نعم. لعبوا في مقرة. ها مقرة لعبت في الجهه الشرقية. احنا في الجهه الشرقيه. اللي يصعد من لاماتير الدوزيام ديفيزيون يدير لاكسيسيون دوزيام تجنانت، عين فكرون، عين مليلة العام اللي فات، بسكره. بسكرة نعم. كثير من الانديه اللي مرحله واحده فريده دارتها في الدوزيام جو من الجحيم صابوا لانه لعب على مرتبه واحده وقعد في الديناميكيه تاع الصعود هذيك، والانصار دايرين به والناس اللي يعاونوا دايرين به، دونك يدزوه. مقرة نفس الشيء رغم انها جات من الجهه تاع الوسط، استفادت من هذاك الدعم تاع ليكيب فار تاع لا ولايه هم دعموا. نعم. نذكرك انه باراد لما طلعت من لاماتير للدوزيام ديفيزيون لعبت الطلعه في العام الاول تاعها الربعه. عكس ذلك اتحاد عنابه اللي بالك راه يدفع فيه يعني في تصريحات الرئيس تاعو والزعيم، بما انك عضو في الرابطه الوطنيه، كيفاش تعاملتوا مع التصريحات تاعو، خاصة أنه الكثير يقول أنه تابعة للاتحادية ونص يقول لك للبين. التصريحات تاع رئيس اتحاد عنابة عندها كاين شقين. نعم. كاين زوج أنواع من التصريحات. بعد نهاية مقابلة تاعو مع تلمسان قال أنا راه متصلوا بيا وداد تلمسان وعرضوا عليا سوارد كبار وعندي الدليل باش نبيع. اليوم إذا ما دخلتش الرابطة اللي راهي تنظم في المنافسه هذه، دخلتوا واش راح نديروا مثلا؟ تم اختار لجنه الانضباط انها تستدعيه. اللي استدعته ما جاش اليوم. معلومه مازال ما عنديش جواب، ما جاش. نعم، يعني الزميل شهر عبيدي كان لجنه الانضباط عن طريق المكتب التنفيذي للرابطه باش تستدعيه للسماع لاقواله. لازم يروح ليتيك ماشي لا ديسيبلين، لازم يجوز ليتيك. لا دوك نقول لك، ليتيك ماشي لا ديسيبلين. درك نقول لك لجنة أخلاقيات. القضية تخص الرابطة هنا. في التصريحات تاعو على بعد المقابلة تاع يجوز ليتيك. بلا دوك أنا عندي رأي واضح. هذه القضية تخص أنه كاين محاولة تاع رشوة في المنافسة اللي رانا ننظموا فيها احنا، وفي مقابلة تحت إشراف الرابطة. هنا كاين محاولة لأنه السيد صرح هنا نتأسوا كطرف مدني ونروحوا للعدالة وعلى وكيل الجمهورية التحقيق أنه يثبت أنه تلمسان اتصلت به، ولا يثبت هو أنه تلمسان ولا يثبت تلمسان أنه ما اتصلوش به. لأن إذا ما ثبتت الاتصال تاع تلمسان والعرض تاع تلمسان في دقيقتين طبعا الرابطة الفيدرالية ملزمة باش تطبق المادة 80. المادة 80 اللي واضحة اللي تقول فيها ان كوربسيون وطونتاتيف. دونك الحالة الثانية انه صرح في وسيلة إعلامية قال انا شريت مقابلات ب7 ملايين. هذه تخص الفيدرالية، والفيدرالية اتخذت الإجراءات تاعها وين تستدعي في المقرة. الله يخليك. نعم. المقرة حتى نروحوا الاوفسايد. معليش المقرة نحولها لي بوان اعتداء على الرسميين وعلى الفريق الزائر. سي فري ما ندعموش العنف، ولكن جو بونس كو لو سو كلوب اللي داروا له ديفالكاسيون، لانه في لو ريغلمون شامبيون بروفيسيونال لارتيكل 26 يقول لك الانديه المسؤوله على الجانب التنظيمي اي اعتداء ولا يطبق عليه قانون العقوبات يدوك دو 66. الكود ديسيبلين كاين واحد لارتيكل 66 لا يطبق. نعم. يخافوا لا فيدراسيون ولا اللي طبقوه على وسبه باسكو لارتيكل 66 يقول لك باش بيردي ديفالكاسيون دو بوان. عده قضايا صارت اعتداء على الرسميين وعلى الانديه سورتو الانديه باسكو تعتدي على الانديه بالرشق بالحجاره وتكريسيون صافي بارتي لا موفاز اورغانيزاسيون. عده انديه صارت لها هكذا. من المفروض لا فيدراسيون ولا علي ما تخافش تطبق لارتيكل 66. هي تروح لارتيكل 69 اللي باشاو يكرو لو سول كلوب يطبقوا عليه سي مقرا. نعم. ونتساءل بوكو مقرا. انا يتساءل دونك ماشي حتى نروح ماذا بهم مقرا ديما ما تكونش الفرصه. رفيق واحد اخر معلومه حسب معد مرودي ان سوناطراك تريد او تعمل على تنحيه عمر غريب بعد ان قامت مع ديريكتوار السابق
رفيق، هل عندك هذه المعلومة حتى نروحوا الأوفسايد؟ البارح كان عندي معلومات من مصادر نقول لك موثوقة، يقول لك حسن الاطلاع بأنه أيام عمر غريب معدودة، يعني وصل هذا الإشكال هدايا، لأنه ربما الناس الجمهور ما حبوش، ناس كلمت عليه في ريزو سوسيو بلي بيتات مسؤولة على تجاوزات فيه، يعني دي فورت شانس انه يتنحى. والايام المقبله هي التي ستبين ذلك. حتى قبل الختام نمر الى فقره رفيق وحيد اوفسايد بعد الجيكل. فرص حدث سلبي في دقيقتين، تفضل رفيق وحيد. وزير الشباب والرياضة الجديد جيء به من اتحادية المبارزة، فهل المقصود منه توحيد الرياضيين أم مبارزتهم؟ ولأن المفارقة غريبة فهي تبدو ذات بعد وغير بريئة، فالوزير حمل سيف المبارزة وسبق في بيع الوهم كل الوزراء. تخيلته الدون كيشوت يبارز طواحين الهواء، موقف يجسد في الحقيقة غباء على غباء، يحتاج منا مع كل يوم دعاء. لقد خسر من سبقه معركة العشب والسمان، والرجل يرى في الجزائر قبلة لمونديال واثنان. أي كرة هاته التي بقيت صالحة للرفس بالأقدام حتى يمكن توظيفها جدار صد لصرخات شبان؟ الكرة طلقها أصلا. أي مناورة بمنتخب تجعل من رحلات إلى مصر بالمجان إنجازا قولا وفعلا؟ هل منكم من يترجى الوزير ليصمت ويسدي له خدمة؟ ففي مثل وضعه الصمت يكون حقا حكمة. أعدت سماع أقواله مرات عديدة، لم أعثر على جملة واحدة مفيدة في حكاية المولودية الجديدة. اللوبيات في الرياضة موجودة وهي جزء منها، الوزير يقر بها ويزكيها. أصدقكم القول، التصريح أفقدني صوابي، فلا هو موعد سمكة أفريل ولا هي مقالب برنامج يبث في الشهر الفضيل. يحتاج معاليه لمن يأخذ بيده ويصحح مساره اليوم قبل غد. لا نريد بعد اليوم من المضحكات المزيد. نداء لمن يهمه أمر الوزير، فهل من مجيب؟ لأن غدا لناظره قريب. عدم تمييز وزير دولة بين المصطلحات يجعله يلام ويعاب، وحين تتعدد الأخطاء والسقطات فقد سقطت معه منظومة بأكملها من الحساب. وعندما عليه المفاهيم تختلط من أول خطاب فلم يبقى في بلدنا لا رياضة ولا شباب. وأنا أفهم من كلام رفيق وحيد أنه الوزير في طريق والرياضة في طريق آخر. بهذا نختم حصة اليوم التي كانت كما قال رفيق وحيد في غياب الجمهور. حراس هرادة، شكرا لك الحضور معنا، إن شاء الله في فرص أخرى بحول الله. شكرا لك. نتمنى من الإخوة جميع الإخوة الإعلاميين يلتفوا حول المنتخب الوطني الفترة هذه، على الأقل يفكونا من الهضرة تاع عدم قانونية وشرعية وما شرعية لا فيديراسيون. سي لو مومون باه نوقفوا كامل وراء المنتخب الوطني، لعل وعسى نديروا التاريخ في الدورة هذه اللي جاية. إن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله. منير زغدود، شكرا لك ونجد سعادة بحضورك معنا. شكرا لكم، نشكركم على الدعوة، وإن شاء الله كنا ضيوف إن شاء الله يجي الكان زيد تجي تزورنا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، لما لا كيكون الوقت كل وشرفني اليوم ناصر ورفيق، يعني عندي مدة ما تلاقيتهمش، جات لوكازيون يا خويا، يعطيكم الصحة. بارك الله فيك. ناصر شكرا لك، رفيق وحيد شكرا لك، تحية فقط إلى بعود مهدي عبد الجليل وأخوه آدم. بهذا نختم. شكرا لكل الزملاء خاصة المتألق معاد نمرودي، شكرا لكل التقنيين والسلام عليكم.